السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم. معكم الكاتب والمؤلف خالد يوسف الحناوي، متخصص وباحث في علم المصريات ومترجم لغة مصرية قديمة ومؤلف سلسلة الأجداد عن الحضارة المصرية باللغتي العربية والكرواتية. سوف نتحدث اليوم عن معبد من معابد الجنوب المصري، وهو معبد الذي أقامه الملك سيتي الأول في البر الغربي لمحافظة الأقصر، وكان أول معابد الأسرة التاسعة عشر من الدولة الحديثة، وكان يوجد في البر الغربي لمنطقة طيبة الأقصر حاليا، وقد خصص لتخليد ذكرى الملك سيتي الأول وابنه الملك رمسيس الأول. ولكن المعبد كان مكرسا لعبادة الإله أمون رع وزوجته الإله موت وابنهم إله خنسو ليكون ثالوث طيبة المقدس. وكان معبد سيتي الأول له صرحان، من وراء كل منهما فناء كبير، وقد تهدمت حدود الفنائين الأمامي حتى الأساسات، ولم يبق لنا سوى مؤخرة المعبد بأجزاء المقدسة يتقدمها الصفة التي تطلي الفناء الثاني المهدم، وكان يعتمد سقفها على 10 أساطين على هيئة نبات البردي، ويوجد منها الآن 9 فقط والعاشر لا يوجد. كان طول المعبد في الأصل 158 مترا، ووصل أن بعد تهدم أجزاء الأفنية الأمامية وصل إلى 47 مترا وعرضه 50 مترا. أما الجدار الخلفي يؤدي إلى 3 مداخل رئيسية توصل إلى أقسام المعبد الثلاثة، ويوصل المدخل الأوسط إلى قدس الأقداس الخاص بثالوث طيبة المقدس وأيضا الملك سيتي الأول ليكون تخليدا لذكراه، ويتكون من بهو أعمدة يضم 6 أساطين على صفين وردها مستعرضة و3 مقاصير للمراكب المقدسة لثالوث طيبة المقدس، وبها قاعة أعمدة تكشفها جميعا حجرات جانبية. ثم ندخل إلى المدخل الرئيسي لنصل إلى بهو الأساطين، فنجد 3 حجرات صغيرة على كل جانب من جانبيها نقشت على جدرانها المناظر التقليدية الدينية التي تمثل الملك سيتي الأول، ويعتقد أن البعض له علاقة مع الملك رمسيس الأول في علاقاتهم الدينية المختلفة مع جميع الأرباب والآلهة وخاصة ثالوث طيبة المقدس. وعند الوصول إلى قدس الأقداس فالعادة نرى في الحجرة الوسطى مركب للإله أمون رع، وبها 4 أعمدة على صفين أصابها الكثير من التخريب. أما على اليمين نجد مدخل المقصورة، ونرى أيضا مركب الإله خنسو إله القمر في الكرنك، وعلى اليسار نرى أيضا مركب أمه الإله موت، بالإضافة إلى بعض الحجرات الجانبية الخاصة بمستلزمات المعبد من القرابين والهدايا النفيسة. أما بعد ذلك نصل إلى حجرة تكاد مربعة في نهاية المعبد، بها 4 أعمدة على صفين، ونلاحظ أن كل جانب من جوانبها التي كانت مخصصة أغلب الظن لنفس الغرض السابق، وأغلب المناظر قدس الأقداس تمثل الملك سيتي الأول والملك رمسيس مع كل من أمون وخنسو والإله موت. ونعود ثانيا إلى الجدار الخلفي من المدخل الشمالي على يمين الداخل، نجد صالة أساطين مهدمة مساحتها حوالي 23 مترا في 14 مترا، كان بها 10 أساطين على صفين، ويعتقد أنها كانت مخصصة لعبادة الإله رع الإله الخالق ورب الأرباب في العقيدة المصرية القديمة. ويوجد بها مسبح صغير وقدس أقداس يرجع تاريخه إلى الملك رمسيس الثاني. وأخيرا نصل إلى المدخل الجنوبي إلى الجزء المخصص لعبادة الإله أمون رع وتخليد ذكرى الملك رمسيس الأول، ويوجد بها أسطانين. ثم نصل إلى 3 مقاصير لثالوث طيبة المقدس، وهم الإله أمون رع وزوجته الإله موت وابنهم الإله خنسو. وأهم المناظر التي تمثل علاقة الملك رمسيس الأول والملك سيتي الأول والملك رمسيس الثاني مع جميع الآلهة والإلهات المختلفة داخل المعبد. وشكرا لحضراتكم، وكان معكم خالد يوسف الحناوي، متخصص وباحث في علم المصريات.